بيبدأ الفيلم في المستشفى في غرفة العمليات، وبيكون الدكاترة كلهم مجتمعين حوالين طفلة حديثة الولادة وبيحاولوا ينقذوها. وبيكون في الوقت ده أمها بتدعي ربنا ينقذ بنتها، ولأنها لسه والدة ومش هتعرف تمشي بيجي ليها الممرض بكرسي عشان تروح تشوف بنتها. لما بتدخل بتلاقي بنتها في الحضانة بتتنفس وبتكون فرحانة، وهنا بتسأل الدكاترة هل البنت هتبقى كويسة وهتعيش، لكنهم مش بيردوا عليها. وبعد 17 سنة بنشوف اجتماع لأولياء الأمور في المدرسة الثانوية، وبيبدأوا بالدور يحكوا عن مدى حزنهم إن أولادهم هيسيبوهم ويسافروا للجامعة، وحتى بيوزعوا على بعض مناديل لأن معظمهم بيكون بيبكي. وبيجوا الدور عند الأم، وبنعرف إن اسمها ديانا، بتكون مش مركزة معاهم أصلا ولا فارق معاهم هما بيقولوا إيه، وبتقول إن مفيش جامعة قابلت بنتها لحد دلوقتي ومفيش سبب إنها تحزن أو تبكي. فبيسألوها عن مشاعرها لما بنتها تبعد عنها، فبتقول إنها من زمان تفرغت لبنتها وحتى مرضتش إنها ترتبط بحد عشان تتفرغ لبنتها، وحرمت نفسها من كل حاجة. ودلوقتي بنتها هتخرج للحياة وهتعيش كل اللي هي اتحرمت منه. والكل بيبص لها باستغراب لان الواضح من كلامها انها غيرانه بين بنتها. في الوقت ده بتكون بنتها كلوي بتصحى من النوم، وبنعرف ان عندها شلل، ومن الروتين اللي بتعمله كل يوم الصبح بنعرف كمان ان عندها مشاكل في الجهاز التنفسي، وبتعاني من بقع حمراء على جلدها، وبتاخد علاج كتير كل يوم عشان المشاكل الصحيه اللي عندها. وبعدها بتنزل لتحت عن طريق جهاز راكب على السلم، وبنلاقي امها بتهتم بيها جدا وبتقيس لها السكر، ومن ده بنستنتج ان عندها مرض السكر كمان، وبتاخد حقنه الانسولين بتاعتها. وبعدها بتحضر الام الفطار وبيقعدوا يفطروا سوا، وبيكون واضح ان كلوي بتحب امها ديانا جدا. وبنعرف من كلامهم ان كلوي مولوده بكل الامراض دي، امها هي اللي بتعتني بيها من وقت ما اتولدت. وبعدها ديانا بتعمل لها جلسه علاج طبيعي، وهنا بتلاحظ ان رجل كلوي بدات تتحرك، وبتكون ديانا هي اللي بتذاكر لكلوي. وبنعرف ان كلوي شاطره في الدراسه جدا، وبعدها بتاخد كلوي جرعه تانية من العلاج وبتكمل مذاكره. في الوقت ده بتيجي عربيه البريد، وباقصى سرعه كلوي بتروح لعند الباب عشان تشوف البريد، ولكنها بتلاقي ان ديانا استلمته، وبتلوم كلوي انها بتعمل مجهود وان ده غلط عليها عشان الرئه بتاعتها لان عندها ربو كمان. لكن كلوي بيكون كل همها انها تشوف البريد. وبنعرف انها منتظره جواب من الجامعه انها اتقبلت فيها، ولكن بخيبه امل مش بتلاقي الجواب. وبعدها ديانا بتنزل للقبو ومعاها اغراض، وبعدين بتطلع للحديقه وبتكون عاملاها مزرعه طماطم كنوع من تحسين الدخل. وبيجي ميعاد العشاء، ولما بتقيس لها ديانا السكر بتلاقيها ما اكلتش كويس، وده علشان سكرها بيبقى منخفض. وبتاكل من الشوكولاته اللي بتحبها كتير، ولكن ديانا بترفض عشان خايفه عليها. وبعد كده بتكون كلوي شغاله على تصميم الطبعه 3D، ورغم انها موهوبه وذكيه لكن بعد ما ركبت الطبعه بالكامل بتلاقيها مش شغاله. وبتكون ديانا في الوقت ده بتحضر لها العلاج اللي هتاخده قبل النوم، وبتعطيها العلاج وبتسيبها عشان تنام. وبتنزل ديانا وبتتفرج على فيديوهات لكلوي وهي صغيره. وتاني يوم الصبح بتكون كلوي قاعده بتذاكر وبتسمع صوت عربيه، وبتلاقي انها ديانا وشاريه اغراض من السوبر ماركت. وبتشوف كلوي علبه الشوكولاته اللي بتحبها، ولما بتدخل امها بالاغراض للبيت بيجي لها مكالمه، ولان الشبكه وحشه جوه البيت بتطلع لبره عشان تكمل المكالمه. وبتستغل ده وبتروح بسرعه عند الشنط عشان تاخد الشوكولاته اللي بتحبها وتخبيها من ورا امها. وهنا بيلفت نظرها علبه دواء غير الدواء اللي هي متعوده تاخده، ولما بتمسك العلبه بتلاقي مكتوب عليها اسم ديانا، وبتستغرب لان امها ما قالتلهاش قبل كده انها تعبانه. ولما بتسمع صوت الباب بترجع كل حاجه بسرعه وبترجع مكانها وبتكمل مذاكره، وبيمر اليوم بشكل عادي. ولما بيجي وقت النوم بتقول ديانا ان شركه الادويه اللي كانت بتنتج علاج كلوي قبل كده فلست، واضطرت ديانا انها تروح للدكتوره النهارده عشان تكتب لها دواء بديل. وبتتفاجئ كلوي ان من ضمن الدواء قرص من العلبه اللي شافتها قبل كده، وبتقول انها ظنت ان الدواء ده بتاع امها لانها شافت اسم ديانا على العلبه، وده وقت ما كانت بتحاول تاخد الشوكولاته. فبتغير ديانا الموضوع، بتقول لها ان الشوكولاته الكتير فيها خطر على صحتها، ولكن كلوي مش بتنسى الموضوع، وبتقول لها ازاي اسمك كان على العلبه. فبتحب تبرر انها اكيد غلطه لان هي اللي اشترت العلاج، فاكيد كتبوا اسمها عليه عشان كده. وبتتعامل مع الموضوع بشكل عادي، وده بيطمن كلوي شويه، وبتاخد العلاج وبتنام. ولكن تاني يوم الصبح لما بتشوف الحبوب قدامها بترجع تفكر في الموضوع تاني، وبتبقى مش مرتاحه، وبتروح تجيب دراع هي عملته قبل كده عشان تستخدمه، انها تجيب الحاجات من الاماكن العاليه اللي مش بتطولها وهي قاعده على الكرسي، وبتجيب بيه علبه الدواء. ولكنها بتسمع صوت عربيه جنب البيت، وبتلاقي انها عربيه البريد، فبتنزل بسرعه عشان تشوف في بريد جه من الجامعه ولا لا. ولما بتيجي تفتح الباب بتتفاجئ بامها قدام الباب، وبتقول لها ان للاسف المره دي كمان ما جتش حاجه. ولكن كلوي بتتصدم لما بتلاقي العربيه شغاله وباب العربيه مفتوح، وكأن امها نزلت باقصى سرعه عشان تلحق البريد قبل ما يقع في ايد كلوي. وده بيزيد شكوك كلوي اكتر ان في حاجه غريبه بتحصل، وبتطلع علبه الدواء اللي جابتها قبل كده، وبتستغرب لما بتلاقي اسمها هو اللي على العلبه. بس بيلفت نظرها ان في ورقه تانية تحت الورقه دي، ولما بتشيلها بتتصدم لما بتلاقي اسم ديانا هو اللي على العلبه. وليه امها ممكن تعمل حاجه زي دي؟ بس لانها ذكيه مش بتبين
تبين حاجه لحد ما تفهم ايه اللي بيحصل. وبتيجي امها كالعاده وبتعطيها العلاج وبتروح، وبتكون كلو ما بلعتش الحبايه، طلعها من بقها تاني، وبتستنى لما امها بتنام وبتتسلل بهدوء وبتنزل لتحت وبتشغل الكمبيوتر عشان تبحث عن اسم الدواء اللي موجود على العلبه. وبتكتشف كلو ان الانترنت مقطوع، واحنا كمان بنكتشف ان امها مش نايمه ولا حاجه. ولما بيجي الصبح بتكون كلو ما نامتش طول الليل وبتفكر. ولما بتنزل لتحت بتكتشف ان امها بتزعق بصوت عالي، وبتلاقيها بتكلم في التليفون وبتقول لها انها بتكلم خدمه العملاء. ولما بتخلص المكالمه بتسالها كلو الانترنت هيفضل مقطوع لحد امتى، فبتقول لها ديانا غالبا هياخد وقت على ما يصلحوا المشكله. وبعد شويه بتقول لها عرفت منين ان الانترنت مقطوع، فبتحكي لها كلو انها نزلت بالليل بعد ما نامت، وبتكون امها عامله نفسها ما شافتهاش عشان تعرف كانت بتبحث عن ايه. ولكن كلو بتقول لها انها حاولت كتير تشغل الطبعه اللي بتصنعها ولكن مش عارفه العطل فين، وعشان كده نزلت تبحث عن المشكله على الانترنت. وديانا بتحاول تعقل الكلام. وبعدها بتروح كلو لغرفتها وبتلاقي ديانا مشغوله في الحديقه وبتروي الزرع، فبتستغل كلو انشغالها وبتتصل على الصيدليه عشان تسال عن الدواء. وبتلاقي الدكتوره بتسالها انت ديانا ولا لا، وبتكون عرفتها من الرقم، فبتقفل كلو بسرعه لانها مش عاوزه امها تعرف حاجه. وبعدها بتتصل برقم عشوائي وبيرد عليها واحد وبتطلب منه المساعده انه يبحث لها عن حاجه عن الانترنت. في الاول بيرفض يساعدها لانه ما يعرفهاش وخايف انه يتورط في حاجه، لكن كلو بتقدر تقنعه انها مساله حياه او موت وانه لازم يبحث لها عن دواء ضروري. وبيقرر اخيرا انه يساعدها وبيبحث عن اسم الدواء اللي قالت له عليه، وبتطلب منه يوصف لها شكل الحبايه اللي في الصوره، فبيقول لها ان الحبايه لونها احمر. وبعدها على العشاء بتحاول كلو تمثل انها طبيعيه، وبتفتكر ديانا انها كانت عرضت عليها قبل كده يروحوا السينما وانها حابه تتفرج على فيلم. وتاني يوم بتاخد كلو الحبوب اللي مش بتبلعها ومخزناها، وبتركب العربيه مع امها وبيروحوا للبلده. وبتوصل هناك كلو وبتاخد بالها ان الصيدليه في الناحيه التانيه من الشارع. واثناء ما بيتفرجوا على الفيلم بتقول كلو انها شربت كميه كبيره من العصير ومحتاجه انها تروح الحمام. ولما بتخرج بتستخدم البخاخه بتاعتها عشانها تروح باقصى سرعه قبل ما امها تاخد بالها انها اتاخرت. ولما بتوصل جوه الصيدليه بتلاقي طابور طويل وكده هتتاخر، فبتستأذن منهم انها تعبانه ومحتاجه تدخل بسرعه، والناس اللي واقفه تعاطفوا معاها عشان حالتها. وبتعطي للدكتوره الحبايه وبتقول لها ان امها اخر مره اشترت الدواء ده من عندهم ومحتاجه تعرف الدواء ده بتاع ايه. ولكن الدكتوره بتقول لها طب وليه مش بتسالي ديانا وهي بكل بساطه هتقولك. فبتاخد بالها كلو من صوره للدكتوره لما فازت في لعبه غرفه الهروب، ودي لعبه مشهوره في الغرب جدا. فبتقول لها ان دي لعبه وان امها قالت لها على فزوره ومحتاجه تعرف معلومات عن الدواء ده عشان تعرف تحلها. ولكن الدكتوره بترفض تقول لها لان دي اسرار المرضى. وبعدين بتقول لها ثانيه واحده، اظن ديانا قالت لك فزوره ذكيه لان ديانا متاكده انك مش هتعرفي تحليها لان الدواء ده اصلا مش بتاع ديانا. فبتقول لها ازاي واسم ديانا كان على علبه الدواء. فبتقول لها ان ديانا بتشتري الدواء ده عشان الكلب بتاعكم. وبتقول لها الدكتوره ان الدواء ده بيعطوه للكلاب لما بيتعرضوا للعض في رجلهم علشان يخليهم ما يحسوش برجلهم والالم اللي فيها. فبتقول لها وايه اللي بيحصل لو الانسان اخده بالغلط. فبتقول لها ان ده خطر على الانسان وممكن يسبب له اعراض شلل ويفقد الاحساس برجله تماما. وبتتعب كلو لما بيجي في بالها انها مش مريضه وان العلاج ده هو السبب في كل اللي عندها. وفي اللحظه دي بتكون ديانا اكتشفت غيابها وبتجري وهي خايفه على بنتها، وبتطلب من الدكتوره تجيب تلج بسرعه، وكمان بتطلب من الناس يبعدوا عنها عشان يعطوها مساحه تتنفس. وبتستغل ديانا ان محدش شايفهم وبتعطيها مخدر وكلو بتفقد الوعي. وبعدها بتاخدها تنيمها في السرير وبتبقى محتاره تصلح اللي حصل ده ازاي. وبتفكر انها تكلم الصيدليه وتطلب منها يشرح له كلو انها غلطه مش اكتر، لكن بتلاقي ان الصيدليه مستحيل تعمل حاجه زي دي. فبتبحث عن طريقه تركيب سموم عصبيه. وبعد شويه بتصحى كلو من النوم بتلاقي الفطار جنبها، وبتيجي تخرج من الغرفه بتلاقي الباب مقفول. فبتنادي على امها وبتقول لها انها عاوزه تتكلم معاها ومتاكده انها عندها تفسير للي حصل، لكن محدش بيرد. ولما بتبص من الشباك بتلاقي العربيه مش موجوده، وده معناه ان امها مش في البيت. فبتجيب من الادوات بتاعتها مفتاحين وبتفتح بيهم الباب، لكنها بتلاقيه لسه مقفول. وبيطلع ان امها كانت متوقعه انها تعرف تفتحه وقفلته من بره بمجرفه الحديقه، بس بيجي لها فكره تانية وبتفكر ان هي تخرج من الشباك وتمشي على السطح لحد ما توصل للشباك بتاع الغرفه اللي جنبها. بس المشكله ان الشباك اكيد مقفول من جوه. فبتفطر اول حاجه عشان السكر ما يهبطهاش، وبتاخد مكوه اللحام وبتستخدم الاسلاك اللي عندها وبتعمل وصله كهرباء طويله، وبتشرب ميه بس بتخليها في بقها ومش بتبلعها. وبتاخد ملايات السرير وبتخرج من الشباك وبتبدا تسحب وبتسحب السلك معاها. وبعد معاناه بتوصل اخيرا عند الشباك وبيطلع فعلا مقفول من جوه زي ما توقعت. فبتوصل المكوه بالكهرباء وبتستنى لما تسخن وبتحطها على الازاز، والازاز بيبدا يتشرخ شروخ بسيطه من الحراره، وبتستعد وبترش عليه الميه اللي في بقها. فورا الازاز بيفرقع، فبتحط الملايه على الشباك عشان الازاز ما يعورهاش، وبتدخل لجوه وبتبقى مش مصدقه انها عملت كده ونجحت في الدخول.
بسهولة. المشكلة ان بسبب المجهود اللي عملته بتحس باختناق وبتدور على البخاخة بتاعتها وبتلاقي انها سابتها في الأوضة، فبتزحف بصعوبة للغرفة بتاعتها، واثناء ده بنلاقي سلك التليفون مقطوع وبتفتح الباب بسرعة، بتجيب البخاخة بتاعتها ترجع تتنفس تاني. بعدها بتاخد الكرسي بتاعها وبتروح عند السلم علشان تنزل، ولما بتدوس على الزرار بتكتشف ان الجهاز مش شغال، وبتلاقي ان امها قطعت السلوك بتاعته عشان ما تعرفش تنزل لتحت، فبتحاول تطلع الكرسي من فوق الجهاز وترميه لتحت، وبعدها بتطلع من فوق وبتوقع نفسها لتحت، وبتكون الوقعة صعبة جدا، وبتتفاجئ انها سليمة ومفيش فيها اي كسور، وتحرك ايديها، وهنا بتتفاجئ ان رجلها بتتحرك، وبعدها بتتمالك نفسها وبتطلع على الكرسي وبتخرج من البيت. في الوقت ده بتكون ديانا سايقة عربيتها وراجعة للبيت، وكلو بتكون على الطريق، وفجأة بتشوف عربية جاية فبتستخبى بسرعة لحد ما تعدي، وبتلاقي انها عربية البريد، فبتطلع قدام العربية بسرعة عشان توقفها. وساعي البريد عشان كان يعرفها قبل كده بيبقى مخضوض من بهدلتها، ولما بتحكي له بيقرر انه يساعدها وياخدها معاه. في الوقت ده بتكون ديانا وصلت وشافتهم، فبيخبي كلوي وبيمنع ديانا انها توصل لها، وطبعا ديانا بتمثل انها خايفة وعايزة تطمن على بنتها، لكن ساعي البريد بيمنعها وبيقولها ان كلوي خايفة منها، فبتهدده انها هتكلم الشرطة وهتقول لهم انها لقت بنتها متبهدلة وبتنزف في الغابة مع راجل غريب، وكمان الراجل ده بيمنعها انها تعرف ايه اللي حصل لبنتها، وبتقول له وقتها نشوف الشرطة هتتصرف ازاي. وهنا ساعي البريد بيبلع ريقه لانه عارف ان الشرطة كده هتفهم ان البنت تعرضت للاعتداء وبكده ممكن يتأذى، ولكنه رغم ده مش بيتخلى عن كلوي. وديانا لما بتلاقيه مصمم على رأيه بتقول له انها هتمشي وراهم بالعربية لحد المستشفى، وبيفرح الراجل انها اخيرا هتسيبه، وبيسأل كلوي تحب نروح المستشفى ولا الشرطة، فبتقول له للشرطة، فبيركبها في العربية وبيعرفها انه هيسوق براها عشان ما تتعبش من هز العربية. وبتكون ديانا في الوقت ده بتفتح شنطة الاسعافات وبيكون فيها حقنة ومسدس، وفجأة بتظهر من ورا ساعي البريد وبتخدره، وكلو من الرعب قلبها بيدق بسرعة وبتفقد وعيها، ولما بتفوق بتلاقي نفسها في مكان تاني غير الغرفة بتاعتها، وبيطلع ان ده القبو اللي ديانا كانت بتنزله بعد ما كانت كلو بتنام، وبتلاقي ادوات مختبر، وبتلاقيها بتطبخ مادة غريبة على النار، وبتلاقي جنبها سلة زبالة فيها ورق كتير، وبتلاقيها جوابات قبول من كل الجامعات اللي قدمت فيها، وبيتملك الغضب من كلو وبتبدأ تبهدل المكان. ولما بتهدى بتلاقي جنبها صندوق مكتوب عليه اسم ديانا بس باسم اب تاني، وده معناه ان ديانا مغيرة اسمها دلوقتي. وبتكون ديانا في الوقت ده بتتخلص من ساعي البريد، وكلو بتحاول توصل الصندوق بس بتلاقي الكرسي مربوط بسلسلة، فبتزحف لحد ما بتجيبه، وبتلاقي في الصندوق كل الذكريات القديمة لديانا، ومن ضمنها صورة لكلو وهي طفلة بس رجلها بتكون متغطية بورقة، ولما بتشيل الورقة بتلاقي انها كانت بتمشي، وبتتصدم لان ديانا مفهماها انها مولودة عندها شلل. وبتشوف باقي الحاجات اللي في الصندوق، بتلاقي ورقة من الجريدة فيها واحد وزوجته من الصحافة وخبر خطف بنتهم الرضيعة من الحضانة، وبعدها بتلاقي شهادة وفاة وبيكون فيها اسم الام ديانا بلقبها قبل ما تغير اسمها، واسم البنت كلوي، وان البنت ماتت بعد ساعتين من الولادة، وكمان الولادة كانت في نفس المستشفى اللي الطفلة اتخطفت منها. وده معناه حاجة واحدة بس، ان دي مش كلوي بنت ديانا، وان ديانا لما ولدت بنتها نزلت مريضة وماتت، ومن حزنها وقفت قدام الحضانة تبص على الاطفال اللي فيها، وبتدخل الممرضة تحط طفلة قدامها وبتقرر انها تخطفه. وفي الوقت ده بتكون ديانا اتخلصت من ساعي البريد ونازلة للقبو، وبتكتشف ان ديانا فتحت الصندوق وعرفت كل حاجة. وهنا كلوي بتوجهها انها مش امها الحقيقية وانها خطفتها من الناس دول، فبتغضب ديانا وبتقول لها انها ما خطفتهاش بل انها انقذتها منهم. فبتقول كلوي انها كانت مولودة سليمة وان ديانا هي اللي سممتها واصابتها بكل الامراض دي، فبتخليها ديانا تكمل كلام وبتقول لها انها كده كانت بتحميها، ولكنها لما بتلاقي كلامها مش بيأثر على كلوي بتجيب مخفف طلاق وبتحطها على المادة اللي كلوي شافتها قبل كده. ولو نفتكر انها كانت بتبحث قبل كده عن تركيبة سموم عصبية على الانترنت، وبتكون هي دي المادة اللي عملتها وبتملى الحقنة بيها عشان تحقن كلوي، ولكن كلوي بتهرب منها وبتدخل لمخزن صغير وبتقفل على نفسها، وبتلاقي المكان مليان ادوية ومواد كيميائية، وديانا بتجيب المفتاح وبتدخل عليها وبتلاقيها معاها ازازة فوسفات عضوي، وفورا كلوي بتفتح الازازة وبتشرب منها. وديانا ما بيكونش قدامها حل تاني غير انها توديها المستشفى، وده لانها مش عاوزاها تموت انما هي مش عاوزة حد ياخدها منها. ولحسن الحظ الدكاترة بيقدروا ينقذوها بس بتكون فاقدة القدرة على الحركة او الكلام، والدكاترة بيمنعوا ديانا انها تدخل عندها وبيقولوا لها لان دي محاولة انتحار في سن المراهقة، وممنوع اي حد يدخل عندها قبل ما الدكتور النفسي يتكلم معاها ويعرف ايه اللي مزعلها. وديانا بتلاقي انهم معينين ممرضة معاها في الغرفة ومش بتسيبها، فكلوي بتحاول تحرك صباعها عشان تدوس على الجرس، وهنا الممرضة بتنتبه انها فايق وبتحاول كلوي تبص على القلم عشان تعطيه لها، وطبعا مش هينفع لان ممكن تأذي نفسها بيه، بس بتجيب لها قلم الوان وبتحاول كلوي تكتب بيه بس بصعوبة. وفجأة جرس الانذار بيضرب وبتطلب المستشفى من كل الطاقم الطبي يتوجه لمريض حالته خطيرة بيموت، وطبعا اكيد ديانا هي اللي عملت كده، وبترتفع
وبترتفع ضربات قلب كلوي بشكل سريع من الخوف، وفجأة قلبها بيقف، وبتكون ديانا هي اللي دخلت عندها فصلت عنها الأجهزة وبتاخدها على كرسي متحرك عشان تطلع بيها بره المستشفى. وفي الأسانسير بتقول لكلوي إنها محتاجاها ومتقدرش تعيش من غيرها، وعشان كده عملت فيها كل ده من وهي طفلة، وكانت بتعطيها أدوية تدمر أعصابها، وده عشان تفضل كلوي طول عمرها محتاجاها وما تبعدش عنها. وفي الغرفة بترجع الممرضة بتلاقي إن كلوي مش موجودة على السرير، وبتشوف الورقة اللي كلوي كانت بتكتب عليها، وبتلاقيها كاتبة عليها أمي. فورا بيفهموا إن أمها بتشكل خطر عليها، وبينتشر الأمن في كل المستشفى يدوروا عليها. ولما بتسمع ديانا في الميكروفون إنهم بيوجهوا الأمن إنهم يدوروا عليها، بتطلع المسدس اللي كان معاها قبل كده، وبتكون ديانا على وشك إنها تخرج بيها من المستشفى، ولكن بتقف عند السلم لأن السلم بتاع المعاقين مش شغال، وبتقرر تشوف طريق تاني للخروج، ولكنها بتلاقي الكرسي مش بيتحرك. فبتشوف ايه اللي موقف الكرسي، وبتلاقي ان كلوي حركت رجلها وحطتها قدام عجل الكرسي عشان ما تتحركش، وبتقول لها بصعوبة انها مش محتاجة لها. وهنا بيجي افراد الامن وبيهددوها انها ترمي المسدس اللي معاها، لكنها بترفع المسدس عليهم وبتقول لها انها عايزة تاخد بنتها وتمشي. فبيضربوها بالرصاص وبتقع من على السلم، وبعدها بتمر 7 سنين وبتكون ديانا دخلت السجن بعد كل اللي عملته. وفي الوقت ده بتكون كلوي رايحة لها زيارة، وعند حراس السجن بتمر من البوابة اللي بتتفتش فيها، وبنشوف انها بدأت تمشي وكمان لابسة خاتم زواج. وبعدها بتدخل عند ديانا وبتبدأ كلوي تحكي لها عن حياتها، وبنعرف انها رجعت لأبوها وأمها الحقيقيين واتجوزت وخلفت بنت. وبنعرف كمان ان ديانا دلوقتي عندها مرض والدكاترة مش قادرين يعرفوا أسبابه. وبعد ما بتحكي لها كلوي عن حياتها بتقول لها ان وقت الزيارة قرب يخلص وجه الوقت انها تمشي. وهنا ديانا بتترعب اول ما بتسمع الكلام ده، وفجأة بتطلع كلوي حبوب من بقها زي ما كانت بتخبي الحبوب زمان، وبتطلب من ديانا انها تفتح بقها عشان تعطيها الحبوب، وبتكون بالطريقة دي بتنتقم منها زي ما كانت بتعمل فيها زمان. وهنا بينتهي الفيلم. في الختام سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.